السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفترض انا عندي الجدول البسيط ده فيه الاوردر اي دي وفيه السيتي او المدينة اللي انا ببيع لها وفيه الكوانتيتي بتاعت كل اوردر. انا عايز اعمل تحليل كده بيانات بسيط، عايز اعرف ايه المدن اللي انا ببيع لها، ايه اليونيك فاليوز اللي انا ببيع لها. طبعا في طريقة اصلا بسيطة جدا عن طريق الداتا تاب. انا ممكن اخد الكولوم ده كده كوبي بيست في مكان تاني، ماشي، واروح على الداتا تاب واشوف هنا الريموف دوبليكيتس. تمام. وطبعا بيز ده انا على كولوم واحد اللي هو السيتي، خلاص هيطلع لي المدن اليونيك فاليوز او المدن المميزه اللي انا ببيع لها. بس ده في مشكله في الحل ده انه مش دايناميك. يعني لو جيت مثلا بدل هنا دي خليتها اسوان مثلا، تمام، مدينه جديده بدات تشتري من الشركه بتاعتي، مش هيحصل اي تغيير هنا. انا عايز الموضوع ده يبقى دايناميك. طيب هنا بقى نلجا لحاجه اسمها ايه، فانكشن اسمها يونيك فانكشن. طيب الموضوع بسيط جدا جدا جدا. هاجي كده في مكان فاضي اللي انا بعمل فيه تحليل بيانات، مثلا بعد ما اعمل الكولوم ده هعمل فيه عليه سم اف فانكشن على سبيل المثال او غيرها يعني. طيب فهاجي اكتب هنا بس يونيك بمنتهى البساطه، وهعلم على الاري او الرينج بتاعي هنا اهو. طلعت لي كل المدن اللي انا ببيع لها، كايرو، الكسندريا، وقنا، والبحيره. طيب ممكن مثلا هنا زي ما قلنا بدل مثلا كايرو دي هنا اخليها اسوان مثلا. شايفين اوتوماتيك هتضاف هنا كحاجه جديده. تعمل مثلا هنا بدل كايرو دي برضو باهليه مثلا اهي. فطبعا ده حل اكثر عمليه لانه كمان دايناميك وبيتغير معايا.